المصريين صار عندهم قوة عسكرية مرعبة يا باشا. لاقين حل، صار عندهم قوات جوية من مصادر شرق وغرب، دفاع جوي ومسيرات وغواصات وتدريبات قدام عيوننا، شايفينهم بعيوننا، شايفين المصري عم يتدرب، صاروا على الحدود. ترامب فرق جبينه هيك ورد هالغرة لورا وقال لنتنياهو رح نعمل اختبار، سأطلب بنفسي من الرئيس السيسي أن يستقبلوا الحصة الأكبر من أهالي غزة، وسأقدم لهم بعض المغريات، وسأرسل في طلبه في القريب العاجل. يا ابني اتصل في قصر القبة وحدد لي موعد لزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن. ايه وشو صار بعدين؟ اللي صار انه ترامب حدد موعد الزيارة بعد تصريحاته بترحيل أهالي غزة. الخارجية المصرية قالت إذا بده يناقش خطة غزة تبعه نحن آسفين، الله الغني عن هالزيارة. الملك الأردني وصل على موعد سابق، فترامب مثل عادته إنه ما عنده بروتوكول ثابت، أدخل الصحفيين من شان يباغت ضيفه ويحكي على الإعلام ويمرق فكرته عن موضوع غزة. لكن الملك كان أكثر حنكة وخبرة وقال إن الأردن يستضيف 2000 طفل فلسطيني للعلاج. يعني افهم يا حباب إنه نحن استقبلنا حالات إنسانية، ولكننا نرفض تهجير أهالي فلسطين خارج وطنهم. وترامب قال برافو الله يعطيكم العافية، وقال الأردن حجته قوية وتغدى فينا قبل ما نتعشى فيه. والسعودية ما فينا نحشرهم كتير لأنه نفوذها في أمريكا أنا نفسي ما بقدر سيطر عليه. ما بقي غير نستنى زيارة الرئيس المصري رئيس الدولة الأكبر عربيا. مصر اعتذرت عن الزيارة، تأجل اللقاء، خربت الصحبة من أولها. الأمريكيين صبروا شوية وقت، توقعوا أنه العرب ما لهم بالعادة يتفقوا ويعملوا فيها وحدة عربية. صار لهم 70 سنة ما كانوا يعرفوا يتفقوا، هلأ خطر لهم يكونوا إيد وحدة. والكارثة أنه مصر هي الأكثر تشددا في الموضوع. الأمريكان لم يشعروا بالقلق، القلق كان في تل أبيب. إسرائيل وبشكل غير معلن سحبت الفيش، قطعت الكهرباء عن الخطة. يا معلمنا يا سيادة الرئيس الأمريكي كتر خيرك، كتر خيرك إنه عم تفكر تريحنا من الفلسطينيين، بس لا تبالغ بالضغط على مصر. الاتفاقية التجارية الاستثمارية تبع غزة رح تخرب اتفاقية السلام مع مصر. بتعرف شو يعني تنتهي اتفاقية كامب ديفيد يا سيادة الرئيس؟ بتعرف ولا منخبرك نحن؟ إذا انتهت اتفاقية السلام مع مصر معناها فتحنا الطريق للرئيس السيسي ليعيد تجربة عبد الناصر، أو بتفسير أدق ليحقق آمال وطموحات عبد الناصر، وبتعبير أكثر دقة ليصلح الأخطاء اللي حدثت في عهد عبد الناصر. يعني رح نمنح الرئيس السيسي فرصة تاريخية ليكون أعظم زعيم عربي. صحيح ظروفه الاقتصادية على المحك، ولكن جيشه قوي ومستعد وعامل اختبارات ومناورات، وصار الجيش المصري واحد من أقوى جيوش العالم. فهذه فرصة لن تتكرر بأنه يحقق انتصار عسكري يرفع معنويات الشعب المصري ويجعل من مصر قوة إقليمية يحسب لها حساب. والأخطر من هيك، إذا فتحنا جبهة مع مصر أنت مفكر مصر رح توقف عند رفح مثلا؟ بتشارط أنه ب10 أيام الجيش المصري بيصير على أبواب القدس؟ فهمت علينا يا سيادة الرئيس ولا نشرح لك إياها؟ اشرح له إياها لترامب، لأنه ما عم يستوعب أنه في دولة اسمها مصر. كيف ما تحركت بيتحرك معها كل العرب بدون ما يسألوها السبب، بس يعرفوا أنه العدو هو تل أبيب. شوف حبيبي يا سيادة الرئيس، قد ما كنت متأكد أن الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في المنطقة، الجيش المصري اليوم أصبح أكثر قوة. ونحكيك بصراحة ما بنعرف بالضبط شو قدراته الحقيقية. هلأ مرتبته 15 عالميا، وعندهم 8 غواصات تحت البحر، وفوق المي 146 قطعة بحرية بما فيها حاملة طائرات ومدمرات وسفن قتالية سطحية، و1300 طائرة مقاتلة. سمعتني منيح، 1300 طائرة مقاتلة و300 حوامة، جيش على كيفك. هذا الجيش المصري، فلا تقلي لو يزرع مصر، لأنه كلنا بنعرف أنه ما حدا بيقدر يزرع مصر. وزيادة الضغوط على القاهرة بموضوع فلسطين ستعرض اتفاقات السلام مع إسرائيل للخطر. وهلأ مصر يا سيدي بتخوف،
فلا تلعب بالنار، تحرق صبيعك وبتحرقنا معاك، وانت بعيد ما راح يصير لك شيء. شو بعيد ما بعيد؟ هاري ترومان صارت ببورسعيد. هاري ترومان حاملة الطائرات الأمريكية شو جابها لسواحل مصر؟ المرحوم محمد حسنين هيكل يتساءل. تراجع الثقة خلق حالة من القلق. مصر ثبتت على موقفها وأكدت عبر 1000 قناة دبلوماسية إنه قبل ما تقرر مصير غزة شاور الناس، تحاور مع جميع الأطراف، حط باعتبارك إنه نتنياهو بده يضرب علاقات أمريكا بكل العالم، وهو بيعرف إنه علاقته مع أمريكا تحكمها نظرية سياسية عريقة شديدة التعقيد عنوانها الأرض بعين أم غزال. لذلك كان على ترامب أن يتواصل مع جميع الأطراف قبل أن يعلن على الملأ خط الترحيل وتهجير وتوطين. كأن الدول العربية مراعي فلتانة ما لها أصحاب. مصر وقعت معاهدة سلام ولكن ليس على حساب القضية الفلسطينية. مصر دولة بحاجة إلى السلام للعمل والبناء. 108 ملايين نسمة، فيهم 1,200,000 جندي. فالله يرضى عليك لا تشد كتير، تقطع حبال السلام وبتقول يا ريت اللي جرى ما كان. الرسالة الأمريكية وصلت خلص يا جماعة، خطة ترامب صارت في سلة الزبالة. عندكم بدائل؟ طبعا عندنا بدائل.